طالب أهالي عفرين بالإسراع بإغلاق ملف عودة الأهالي لمناطقهم، معبرين عن حزنهم وسخطهم لما شهدتها منازلهم وأراضيهم على يد المستوطنين الذين احتلوا ممتلكاتهم عدة سنوات. نتمنى ينتهي الملف المهاجرين، يعني مو بس عفرين، المهاجرين من عفرين ومن الشهبة موجودين حاليا هون، وأهلنا من رأس العين وطل أبيض كمان نتمنى يرجعوا إلى ديارهم بأقصى وقت ممكن، يعني نطوي هالملف النازحين من سوريا، يعني مو بس منطقة الأكراد اللي عايشين فيها أو منطقة روج آبا، يعني كافة المناطق، كافة مناطق بالسورية النازحين من أراضيهم إلى المنطقة الثانية، يعني الهجرة داخلية، نقول الهجرة داخلية. نتمنى من كل أهلنا الموجودين بسوريا يرجع على أهلهم، على ضيعتهم وعلى قراهم. تناقضات بين المكونات، يعني بعد 9 سنين اللي سكنوا بعفرين وبالبيوت لهالعالم، وكان يعني يأكلوا ويعيشوا على الأملاك هذا المواطن، وبالآخر يطلعوا يحرقوا البيوت ويحرقوا مثل ما بقولوا أشجار والأخضر واليابس. هذا ما هو حلو، لا بحق شعبنا ولا بحق المواطن السوري. المواطن السوري ذهنته مو هاي ذهني، وحتى عقليته ما هي عقلية. نحن سوريين كلياتنا أخوة، كلياتنا عايشين هالبلد هذا، وإن شاء الله بالمستقبل نعيش عيشة كريمة وعيشة لنا العلاقات مع الكل، يعني نحب نتعاون مع كل المكونات الموجودة بسوريا، ما فرق بين عربي وكردي وأرمني.